ولادي قالوا لي يا ماما نفسنا ناكل فراخ، قلت بس ما بدهاش. قلت اما اروح اشوف المحفظه فيها كام من الفلوس واروح اجيب لهم فراخ. جيت بقى فتحت المحفظه لقيت فيها 180 جنيه. قلت طب دلوقتي احنا 6 افراد وعايزه كمان شويه طبيخ جنب الفرخه اللي هجيبها. معرفش بقى ال180 جنيه دول هيكفوا ولا هيعملوا ايه. قلت بس هنزل سوق المطرية واروح اشوف ال180 جنيه دول اجيب بهم فرخة ولا اجيب بهم ايه. تعالوا يلا بينا ما نشوف هنجيب ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى اخواتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. اتمنى منكم انكم تشجعوني على قناتي التانية يوميات مامتي طباخة عشان القناة تكبر بيكم. ربنا يسعد قلوبكم ويرضيكم اللهم امين. بصوا بقى احنا رايحين فين دلوقتي. احنا رايحين سوق المطرية الخميس، والسوق ده كل يوم. ومعدين دلوقتي على المسلة. المسلة بقت حاجة تانية خالص. عقبال كده ربنا ما يكرمنا بشقة حلوة زي الشقق الحلوة دي يا رب، انا وكل السامعين. دعوة حلوة كده من قلوبكم. ربنا يشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة ويرحم امواتنا ويستر عرض بناتنا اللهم امين. هتقولوا لي يا مامتي طباخة انت رايحة المطرية مخصوص عشان تجيبي فراخ؟ اقول لكم لا، ده شغلي وانا بنزل علشان اتعرف على الاسعار علشان انزلها لكم على قناة مامتي طباخة. كل اللي عايز يعرف اسعار سوق المطرية هيدخل على اللينك اسيبه لكم في اول تعليق مثبت. خدت بعضي بقى وطلعت على سوق المطرية دوت. السوق من اول الشارع كده. احنا ندخل جوه جنب المستشفى هوصفه لكم برضو بالتفصيل. كل اللي بيقول لي انت بتركبي عندك عربية خاصة اقول لكم لا والله. بصوا المونوباز، انا راكبة المونوباز وهوريكم دلوقتي اللي انا راكبة في قلب المونوباز اهو. ربنا يوعدنا يا رب بعربية ويبقى عندنا كده عربية واترحم بقى من المواصلات والأجرة اللي زادت اليومين دول. بصوا بقى المونوباز نزلني خلف مستشفى المطرية. السوق ده سوق المطرية القديم. هنروح بقى عند ابو يوسف اللي قاعد قدامكم ده علشان نشوف الفراخ النهاردة وصلت عنده كام ونشتري فراخ. السلام عليكم. عايزين بقى ناخد من عندك فرخة النهاردة ونشتري فراخ. الفراخ اللي عندك اسعارها ايه؟ حلوة؟ 85 بره ب 90 وب 95 يعني. ابو يوسف كان بيقول لي الفراخ رفعت النهارده. قلت له يعني على حظنا يوم ما هناكل فراخ الفراخ ترفع؟ قال لي بسبب ارتفاع سعر البنزين. قلت له طب واحنا مالنا، واحنا هناكل بنزين ولا هناكل فراخ؟ قلت له زي بعضه بقى، نقي لي فرخه حلوه بس ما تزيدش عن 160 جنيه علشان الميزانيه لا تسمح. والله بجد نقاها لي حلوه تسلم ايده، والفراخ بتاعته طعمها حلو ونفسه في الفراخ حلو. لو عايزين يوصل لكم لحد المنازل هو بيوصل، ورقم تليفونه دلوقتي هيقوله لنا في الفيديو. قول لنا بقى ارقام تليفونك. 011 0142 11 35. ده رقم تليفون ابو يوسف. كل اللي حابب اللي هو يجي ياخد منه فراخ وحاجات حلوه. حاجه نوديها له لغايه البيت. وبيودي برضو دليفري لحد البيت، بيوصل يعني. ربنا يوسع رزقك. بصوا بقى عمل لي الفرخه هاي وخدتها بقى وروحت. تعالوا بقى اما نشوف اشتريت ايه بال180 جنيه. بصوا بقى انتوا هتتفاجئوا من المشتريات اللي انا اشتريتها، هتتصدموا كده. تعالوا ما نشوف جبت ايه بال180 جنيه. مخلل لا مش المخلل بال180، لا المخلل ده ب5 جنيه من السرجة، والله ب5 من السرجة. وجبت كيس ملوخية بسمة ب15 جنيه، والله برضو من السرجة. في ناس بتبيعها اغلى من كده على فكرة، بس السرجة اللي عندنا دي كل اللي عارفني عارف السرجة دي اسعارها حلوة. بصوا بقى الفرخة اللي انا جبتها من عند ابو يوسف، الفرخة القلاجة هاي ام 160 جنيه. والله جميلة وبينضفها بقى تنظيف بيخليش فيها اي حاجة خالص، وطعمها زي الفل. طعمها كان حلو قوي. لسه واكلينها النهاردة عشان انا مصورة الفيديو ده النهاردة. بصوا بقى الله اكبر عليها. تاكلي يا مامتي طباخة الملوخية والفرخة بس؟ لا ازاي، عندي طبق رز في التلاجة بايت من امبارح قلاجة، وعندي طبق فاصوليا بيضة احلى من القلاجة كمان. هنسخنهم جنب الاكل ده وهنبتدي نتغدى برضو بيهم. اوعي ترمي اكل في التلاجة. انا بقول لك اهو الدنيا غالية والمصاريف غالية ومفيش حد معايا. تعالوا بقى شوفوا اصطدموا معايا بقى بشوية المواعين دول. المواعين متكومة على الحوض ومرطرطة. قلت زي بعضه هشمر وهديها غسيل، مش هياخدوا في ايدي اي حاجة خالص. انا صراحة بحب غسيل المواعين من ايام ما كنت صغيرة، لان امي الله يرحمها كانت على طول تدسيني في غسيل المواعين.
اوعي تخلي المواعين تبات على الحوض، لحسن بتقول يدي دي يدي دي، والاكل بيخشش ابدا البيت طول ما المواعين مش نظيفه. انا سامعاكوا بتقولي دي كلها مواعين بتاعت يوم، ده تلاقيها بتاعت كام يوم. لا والله بتاعت يوم. انتوا عارفين ان انا عندي 4 اولاد وكلهم كبار ما شاء الله، وانا وجوزي يبقى 6 افراد في البيت، وكل ما نحتاج حاجه بنجري نجيب معلقه طبق كوبايه ما شاء الله. المفروض الواحده ما تزعلش طول ما في مواعين مش نظيفه يا جماعه، لان دي بيبقى خير ورزق. المفروض تبقي مبسوطه اللي المواعين دي بتتوسخ كل يوم. ربنا يديمها علينا نعمه ويخلينا اولادنا ويوسخوا واحنا نغسل. طول ما الواحد فيه صحه يعمل. ربنا يخليكم ليا يا رب. ولو وصلتوا معايا لحد كده اوعوا تنسوني باللايك وبالاشتراك. اختكم ناهد، ربنا يكبر بخواطركم ويسعدكم اللهم امين. عايزه القناه كده تكبر بحبايبها وكل اخواتي وحبايبي من جميع الدول، واكتبوا لي تعليقات حلوه يا جماعه، والله بفرح بالتعليقات الحلوه. بصوا بقى، غسلت المواعين في ثواني كده وما خدوش في ايدي حاجه. قلت بقى علشان اولع على الفرخه واعمل شويه الملوخيه قبل ما جوزي ما يجي من الشغل. بصوا بقى، الست الشاطره اللي تصحى بدري وتروح السوق وتجيب كل مشتريات بيتها وتيجي تشوف وراها ايه تعمله وما يكونش لسه الظهر ادن. طبعا انا عارفه اللي كلكم شاطرين وكله متابعيني، احلى متابعين في الدنيا. بصوا بقى، كنت انا عايزه اكلمكم كده في موضوع. في ناس يا جماعه بيرموا الاكل اللي في التلاجة، يعني ما بياكلوش الاكل البايت اللي بيبات يعني تاني يوم. فانا بقول لهم ليه؟ يعني اصل كانوا كاتبين لي، يعني حد كان كاتب لي في التعليقات احنا ما بناكلش الاكل البايت. يع ايه؟ الدنيا غاليه وانت شايفه انت بتكلفي الاكل قد ايه، وكل حاجه. حتى الطماطم وصلت النهارده ل 15 و16 جنيه، يعني عشان تكلفي اكله بتصرفي عليها قد كده. ولو اتبقى اكل يعني لتاني يوم، يعني حرام يعني تاكليه بقى كخه. يعني المفروض يعني ما نرميش حاجه علشان ما يبقاش حرام علينا. اللي بيتبطر عن النعمه بتزول من وشه. بصوا بقى، كان في حد كاتب لي في التعليقات وانت بقى بتصرفي قد ايه مواصلات. دلوقتي انا ما باخدش من جوزي من فلوس المصروف مواصلات خالص، لان انا لو هاخد من جوزي فلوس للمواصلات مش هيخليني اروح ولا اجي. انا عندي قناه اسمها مامتي طباخه، القناه دي متفعله وبشيل من فلوسها جزء للمواصلات. لان طبعا انتوا عارفين اللي اي راجل دلوقتي فاتح بيت الله يعينه بجد، يعني كفايه عليه ياكل بيت. بيسموه بطل دلوقتي، اللي ياكل بيت بيسموه بطل. فربنا يعيننا كلنا ويرزقكم يا رب برزقهم اللهم امين. اشوفكم على خير.